خير ما حازه الرجال، يعني من أعظم النعم على الرجل أن يكون في بيته امرأة صالحة مطيعة، هذه من أعظم النعم. خير ما حازه الرجال، وهن المذكورات في قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات هذا معدن الخير وأساسه، عندما تكون المرأة صالحة فصلاحها لا يأتي إلا بخير، ولهذا خلل المرأة في الحقوق الواجبة هو من نقص الصلاح، فلتنتبه المرأة لذلك، هذا من نقص الصلاح، لأن الله عز وجل صدر هذا الوصف لهذا القسم من النساء بقوله فالصالحات، فهذا يفيد أن الصلاح في المرأة هو الذي يثمر فيها لزوم طاعة الله عز وجل، ومن ذلك ما أوجبه عليها من طاعة لبعلها وزوجها في غير معصية الله، فله عليها طاعة واجبة، لا تلتزم المرأة بهذه الطاعة التي أوجبها الله عليها إلا إذا كانت صالحة تحققت فيها معاني الصلاح، فإنها تفعل تلك الطاعة لزوجها طاعة لله. ولهذا قال الله فالصالحات قانتات. قال ابن عباس قانتات مطيعات لله في أزواجهن. مطيعات لمن؟ لله في أزواجهن، لأنها عندما تطيع زوجها فيما لا معصية فيه لله تكون بذلك مطيعة لمن؟ لله، لأن الله عز وجل هو الذي أوجب عليها هذه الطاعة وجعل للرجل عليها قوامة. قال مطيعات لله، مطيعات لله في أزواجهم، فتطيع الزوج فيما يأمر فيما ينهى لله، طاعة لله، لأنها تعد ذلك من جملة القرب، من جملة القرب، تعد ذلك من جملة القرب، من جملة ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. مرة ذكر لي قصة امرأة توفيت صالحة ومطيعة لزوجها، كانت تحدث ولدها وتتألم عندما تحدثهم بذلك عن موقف واحد كان منها مع زوجها لم يحصل منها طاعة، تتندم عليه دائما، توفي زوجها قبلها، فتذكر موقفا واحدا عصته فيه، ودائما تذكره متألمة جدا من نفسها، وتقول ماذا يعني يكون شأني إذا وقفت أمام الله. موقف واحد تقول مرة كان قال لي كذا، وتتندم على ذلك الموقف، وهي من أهل الصلاح، عبادة وقيام ليل وصلاة وطاعة لله وعبادة وتقرب له جل وعلا. هذه المرونة في المرأة، طاعة وحفظ لحقوق الزوج، هو من ثمار الصلاح. كل ما قوي صلاح المرأة وخوفها من الله وتقربها لله وخشيتها من الوقوف بين يدي الله وقيامها بما أمرها الله سبحانه وتعالى به، يثمر هذه المعاني. قانتات أي مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في طاعة الله، هذا الأمر الأول. الثاني حافظات للغيب. حافظات للغيب أي حافظات لأنفسهن من جميع الريب، حافظات لحقوق أزواجهن، حافظات لبيوت أزواجهن،
بما حفظ الله هنا تنبيه لمن كانت كذلك أن هذه المعاني التي هي فيها هي منة الله عليها، وهو من حفظ الله لها وتوفيقه ومنه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أن قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الآية فيها جماع صفات المرأة الصالحة. هذه الآية فيها جماع صفات المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تجمع بين هذين الوصفين: القنوت الذي هو مداومة الطاعة، طاعة لله والطاعة للزوج من طاعة الله، والحفظ، حافظات للغيب بما حفظ الله. وكل من الكلمتين قانتات حافظات تحتهن معاني عظيمة جدا هي من صفات المرأة الصالحة. قوله بما حفظ الله أي أن الله هو الذي وفقهن لهذا الأمر الجليل، فليحمدن الله على ذلك ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره سبحانه وتعالى.